أيها المسلم، إن الإحسان عام في كل المجالات، في أمر الدين والدنيا معا. أيها المسلم، إن الإحسان فيما بينك وبين الله بأداء العبادات الواجبة عليك، لكن تكون موقنا بها، مؤمنا بفرضيتها وإيجابها، وأن الله أوجبها عليك فتؤديها بنفس مطمئنة، موقنا بأن الله يرضى عنك، طالبا وراجيا ثواب الله. إخلاصك لله في توحيده وعدم الإشراك به مما يقوي الإحسان في قلبك. أيها المسلم، من مجالات الإحسان للوالدين ببرهما وخدمتهما والرفق بهما وقضاء دينهما والعناية بهما. قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أريد أن أبايعك على الجهاد والهجرة. قال: هل من نظرك حي؟ قال: نعم، بل كلاهما حي. قال: تريد الأجر؟ قال: نعم. قال: ارجع فأحسن صحبتهما. ومن مجالات الإحسان إلى البنات والأخوات. يقول صلى الله عليه وسلم: ما للرجل تكون أخوتا إحسان أو بنتان يحسن صحبتهما إن صحباه أو صحبتاه إلا دخل بهما الجنة. ومن أنواع الإحسان للرحم بصلة الرحم بمواساتهم، صلة فقيرهم بالإحسان إليه، وصلة غنيهم بصلته، والإحسان إليهم ببذل المعروف وتحمل الأذى. والله يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والله الحديث يقول الله: أنا الرحمن وأنت الرحيم، شققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. من مجالات الإحسان أن تحسن إلى الجار فتبذل له المعروف وتكف عنه الأذى وتعامله بالمعروف والإحسان. ومن أنواع الإحسان للأيتام، فإن الله يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. تحسن إليه بتعليمه والإحسان إليه والمحافظة على ماله وتأديبه الأدب الشرعي وحمله على الخير. ومن أنواع الإحسان للأولاد بتربيتهم وتوجيههم والنفقة عليهم والقيام بحقهم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وفي الحديث: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ومن أنواع الإحسان أيها المسلم أن تحسن إلى الفقراء والمساكين بقضاء حاجتهم وسد خلتهم وعدم احتقارهم والترفع والتعالي عليهم. ومن أنواع الإحسان أيها المسلم إحسانك بالتعامل مع عباد الله عموما، فتؤتي للناس ما تحب أن يتوه إليه. هذا كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تحسن أيها المسلم في تعاملك مع الناس، فرحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. من أنواع الإحسان بمن تعامله في المعاملة، فمن كان لك حق عليه تطالبه بالإحسان بالإحسان والعام، وترفق به إن كان معسرا، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. ومن الإحسان أن تحسن إلى عمالك ومستخدميك فتوفيهم أجورهم في وقتها، ولا تحملهم ما لا يطيقون، ولا تخالف ما اتفقت معهم من العقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
من الإحسان إلى الزوجة فتعاملها بالمعروف، والله يقول وعاشروهن بالمعروف. ومن الإحسان أن تحسن إذا طلقت أو تمسك، قال تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.